كان الطحاوي شافعي المذهب. الطحاوي كان شافعي. من أستاذه؟ من معلمه؟ كان يدرس عند خاله. تعرفون من خاله؟ خاله الإمام المزني. الإمام المزني أحد رواة المذهب الجديد، أحد رواة المذهب الجديد، لأن رواة المذهب الجديد كثر، أشهرهم 7. أول واحد يذكرونها الإمام المزني صاحب المختصر، أسمى كتابا له بالمختصر، لذلك اليوم معروف بمختصر المزني. قالوا لا تزف الزوجة لزوجها إلا ومعها مختصر المزني، يعني من ضمن منقلة. تخيل لهذه الدرجة. تمام؟ عرفتم من هو الإمام المزني؟ إذن أحد أشهر رواة المذهب الجديد. أيوة، الإمام المزني ده واحد، والإمام البويطي ده 2. مش احنا قلنا 7؟ كم أتفي لنا؟ 5. معك الربيع المرادي والربيع الجيزي، 2 منهم قالوا إذا أطلق الربيع فهو المرادي. بسرعة كذا، إذا أطلق اسم الربيع. فالآن معنا 4، كم عاد باقي من 7 يا شيخ؟ عاد باقي من 7 3. معك حرملة دم 5 من أشهر رواة المذهب الجديد. ومعك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم دم 6. تمام؟ ومسابع ومأخير منه أمسابع اللي هو عبد الله بن الزبير المكي. هؤلاء 7 أشهر رواة المذهب الجديد، لأن ما قاله الشافعي ينقسم إلى قسمين، إلى قديم وجديد. تمام؟ فالقديم ما قاله الشافعي قبل دخول مصر، المذهب القديم. لكن الجديد ما قاله الشافعي في مصر. تمام؟ والمذهب الجديد الآن رواته 7 أشهرهم، لكن المذهب القديم أشهر رواته 4 أشهر رواته. تمام؟ أحمد بن حنبل اللي هو يروي المذهب القديم عن الشافعي رضي الله تعالى عنهما. أمثاني الزعفراني، الإمام الزعفراني. والإمام الزعفراني ده قلنا ما اسمه؟ اسمه الحسن، كنيته أبو علي. الثالث من رواة المذهب القديم اللي هو الكرابيسي. الإمام الكرابيسي اسمه الحسين. اسمه ما؟ الحسين. ومرابع يا مولانا الإمام أبو ثور اسمه إبراهيم. أنا بفضل الله معايا الحسن ومعايا الحسين ومعايا إبراهيم ومعايا أحمد، وديل أصحابي من زمان يعني، وعادهم صف 6، عادهم أول إعدادي، فديل من القدامى. يلا الله يديم الصحبة الصالحة لنا أجمعين. خلاص فهمنا من هدى الإمام المزني. فكان الإمام الطحاوي يدرس ويتعلم عند خاله الإمام المزني. الإمام المزني شافعي، أقول لك من رواة المذهب، ما عاد باقي. قالوا فمرة كان الإمام المزني يشرح مسألة للطحاوي. تمام؟ أغلق عقله كذا من الله سبحانه وتعالى. أتلم مسألة من فوق من تحت من يمين من يسار، أم مسألة ما افتهم اللهش الإمام الطحاوي. فقال له خاله الإمام المزني والله لا يجيء منك شيء، يعني على لغتنا أو على لهجتنا أنت ما تنفعش. الإمام الطحاوي راح غير مذهب على طول، راح على طول حنفي. اليوم الإمام الطحاوي حنفي، يحسبونها الحنفية حنفي، لكن هو كان في أول طلبه للعلم كان شافعي المذهب. واضح؟ أيوة. قالوا عندما كبر، الآن الإمام الطحاوي من أكبر أئمة السادة الحنفية، من أكبر أئمة السادة الحنفية. لذلك قال الإمام الطحاوي
لو كان خالي حيا لكفر، لأنه قال لا يجيء منك شيء، أنت ما تنفعش، ده أنا الآن مالي. أيوة، قال لو كان حي كان شيء يكفر عن يمينه.